مساء الخير. النهاردة هنتكلم عن الاكتئاب والحيوان وازاي نساعده. هل الحيوان بيكتئب؟ الإجابة الحيوان بيحس، بيتألم، وبيكتئب كمان. ايه هي بقى علامات الاكتئاب؟ بدأ يقعد لوحده، بطل ياكل أكله، يعني قل أكله أو رفضه خالص، بدأ يستخبى، يعض، نومه قل عن الطبيعي، بقى يخاف. كل دي علامات ممكن تكون اكتئاب. بس ايه هي بقى اسباب الاكتئاب عند الحيوان؟ الاسباب الاكتئاب عند الحيوان زي البشر بالظبط: فقدان شخص عزيز عليه او حيوان بيحبه، الاهمال او التوبيخ المستمر، تغيير المكان، تغيير البيت، قلة الحركة او اللعب. ازاي نساعدهم عشان ما يبقاش عندهم اكتئاب او نخلي الحالة دي ما تبقاش موجودة؟ نقضي وقت اكتر معاهم، حاول نلعب معاهم كل يوم، كلمهم، هما بيفهموا وبيحسوا ويعرفوا المشاعر كويس قوي. آه، غير روتينهم، يعني مثلا مش كل يوم نفس الروتين اللي هو بيعمله كل يوم، غير الروتين بتاعه. لو مش بيتمشى يتمشى، لو بيروح مكان معين غير المكان، مثلا غير المكان وديه مكان تاني. لو الحالة برضو فضلت موجودة وزي ما هو كده، يبقى لازم نستشير طبيب. كمان ما يعرفش يشتكي، بس بيحس، بيتألم وعنده مشاعر وبيعرف يوصل مشاعره كويس أوي، وبيحس بتصرفاتنا ومشاعرنا. افهمه وحس بيه زي ما بتحب حد يسمعك ويحس بيك. هو محتاج طبطبة زي ما انت بتحتاج طبطبة، محتاج ان حد يحس بيه، حد هيفهمه زيك بالظبط. اتعامل معاه كشخص، هو بيفهم، بيحس، بيتألم، عنده مشاعر، عنده أحاسيس. زي ما بتكلمه هيفهمك وهيقدر كل ده كتير قوي، أكتر من الإنسان. لو بتحب الحيوان، عايز تفهمه أكتر، تابع قناتنا وخلي الرحمة أسلوب حياة. باي باي.